هنعمل مع بعض احلى صينيه رقاق ممكن تقدميها على سفره رمضان، واللي هياكلها من ايديكي عمره ما هيصدق ان ده رقاق، بالعكس هيفكر ان ده فطير مشلتت ومحشي لحمه مفرومه، بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا وكمان مش مكلفه. وهقولك ازاي تخلي الرقاق بتاعك مورق معاكي وطري من جوه وكمان مقرمش من بره بطريقه سهله جدا وخلطه لو جربتيها عمرك ما هتستغني عنها في اي طريقه لعمل الرقاق او اي طريقه لعمل الجلاش. طريقه تحفه جدا بتورق معاكي الجلاش او الرقاق. وطبعا احنا في شهر رمضان ما بنستغناش عن الرقاق او عن الجلاش، ودايما كل يوم والتاني بنعمل وصفة من الرقاق او الجلاش. فالخلطة دي ان شاء الله هتنفعك جدا في كل صواني الرقاق او الجلاش اللي انت بتحبي تعمليه او اللي انت هتعمليها ان شاء الله في شهر رمضان. وربنا يجعله رمضان كريم عليكم، وكل سنة وانتم طيبين وكل رمضان وانتم بخير. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده ونشوف الوصفة بتاعتنا الجميلة دي النهاردة. انا جبت كيلو الا ربع من الرقاق الطري، وطبعا ممكن تستبدلي الرقاق الطري بالجلاش، هتبقى بنفس الطريقه اللي احنا هنعمل بيها الرقاق الطري، هي نفس الطريقه اللي هتعملي بيها صينيه الجلاش. بعد كده بقى جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها، حطيتها فوق الرقاق زي ما حضراتكم شفتوا كده معانا، ورحت قصه على قد مستوى الصينيه، على قد اسطوانه الصينيه كده رحت قصه الرقاق. وطبعا اللي انا قصيته ده طبعا مش هنرميه، هنشتغل بيه برده دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين كده مسكت الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه كويسه كده بالسمنه، وبعد كده جبت معلقتين من قشطه وش اللبن، وطبعا لو مفيش قشطه وش اللبن عندك ممكن تبقى كوبايه من الزبادي. خدت قشطه وش اللبن زي ما حضراتكم شايفين كده، ومش عايزه اقول لكم دي بتبقى سحر في الرقاق، بتبقى بجد سحر وبتديكوا نتيجه تحفه جدا. بعد كده معايا بقى 100 مللي من اللبن، 100 مللي بس مش عايزه زياده عن كده، يعني كوبايه صغيره او نص كوبايه كبيره. 100 مللي من اللبن، ومعايا 4 معالق من السمنه. هناخد نص كوبايه اللبن اللي معانا واربع معالق السمنه مع 4 معالق من قشطه وش اللبن، وهنقلبهم كويس جدا مع بعضهم. وطبعا الخليط ده هيخلي عندنا الرقاق بتاعنا مورق وزي العسل. وعلشان نخلي بقى الرقاق بتاعنا زي ما قلت لكم مقرمش من بره وطري جدا من جوه، هنحط له معلقه كده من الزيت، لان الزيت بيخلي الرقاق بتاعنا او الجلاش بتاعنا بيخليه مقرمش. فهنحط معلقه كده من الزيت ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر برضه هيخلي الرقاق بتاعنا مفرغ كده ويساعده على التوريق. الخلطه دي تحفه جدا، استعمليها لاي رقاق بتعمليه او اي جلاش بتعمليه، بيديكي نتيجه تحفه جدا تحفه جدا. ولو جربتيها ان شاء الله مش هتستغني عنها في اي طريقه لعمل الجلاش او الرقاق، لانه ما بيخلوش رقاق او جلاش، بيخليه فطير مشلتت كانك عامله فطيره مشلتته بالظبط. بعد كده بقى بنجيب بقى اول رقاقه معانا وبنفردها في الصينيه، وبناخد من خليط التوريق اللي احنا عاملينه الجميل التحفه ده اللي ان شاء الله هتجربيه هيعجبك جدا ان شاء الله، ونروح دهنين الرقاقه كويس جدا. بندهن الرقاقه من كل حته فيها. بعد كده بقى نجيب الرقاقه التانية ونفس النظام هنعمله، هندهن برضو الرقاقه بتاعتنا كويس جدا. انا هاخد نص الرقاق اللي معايا هخليه في نص الصينيه اللي تحت، علشان انا عامله حسابي ان انا معايا هدري مطلعاه من الرقاق، هروح ده برضو حطاه ومزوده بيه نص الصينيه الاولاني واحط عليه الحشوه. لكن لو معيش هدري من الرقاق والرقاق بتاعي على قد الصينيه بالظبط، هحط 3/4 الرقاق اللي معايا في النص الاولاني والربع هخليه في النص اللي فوق. احنا دايما بنخلي النص اللي تحت، النص الاولاني من الرقاق بيكون اكتر شويه من النص اللي فوق، لان طبعا بيبقى هو اللي عليه الحشوه وهو اللي بيشيل الرقاقه كلها اكتر من النص اللي فوق، فدايما بنزود النص اللي تحت اكتر زياده شويه، يعني رقاقه او رقاقتين زياده شويه كده. انا دهنت نص الرقاق اللي معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، وهجيب بقى الهدر اللي كنت مقطعاه من الرقاق في الاول خالص، هقطعه واحطه في نص الصينيه زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا مش هيبان خالص اي حاجه مقطعه في قلب الصينيه، مش هتبان خالص. اهم حاجه اول الصينيه واخر الصينيه يكونوا رقاق سليم زي ما حضراتكم شايفين كده. هنقطعه كله 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 اللي معانا، وهنحط عليه شويه من الخليط اللي معانا الجميل دون، وبعد كده نحط عليه الحشوه بتاعتنا. وطبعا الحشوه زي ما انت عايزه، انا عامله حشوه باللحمه المعصجه، طبعا ممكن تعملي فراخ بدل اللحمه، ممكن تعملي اي حاجه من مصنعات اللحوم، تعملي سجق، تعملي كبده، طبعا اي حاجه متوفره عندك ممكن تعمليها. ممكن كمان تعمليه جبن، حشوه جبن كده هتبقى تحفه. ممكن كمان تعملي حشوه خضار. وعلى فكره انا كنت عامله فيديو بالجلاش بحشوه جميله جدا، هو ينفع صيامي لانه هو من غير اي حاجه، من غير زبده ولا سمنه، من غير لبن ولا بيض ولا لحمه ولا فراخ ولا اي حاجه. بجد حشوه جميله جدا وطريقه تحفه جدا طلع بيها صينيه الجلاش. لو حبيتي تشوفيها هتلاقيها تحت عندك في الفيديوهات تحت. بجد طريقه تحفه جدا وبتطلع نتيجه هايله جدا،
ومش مكلفة خالص، وكل اللي شافها عجبته جدا وعملها كمان، وبقوا يقولوا دي خطيرة بجد، هي وصفة خطيرة جدا. لو دخلتي ان شاء الله وشفتيها وجربتيها بجد هتعجبك جدا. يعني حاجة كده اقتصادية وعلى قد الايد وطعمها تحفة، بجد فيها كل الوصفات الجميلة او كل الصفات الجميلة. هي ان شاء الله هتلاقيها تحت في الفيديوهات، لو دخلتي كده وخدتي لك لفة ان شاء الله في القناة بتاعتنا هتلاقيها وصفة جميلة جدا. جربيها ويا ريت اعرف رأيك فيها ايه. بس يا ريت لو عجبتكم وصفاتي يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناة ليصلكم منا كل جديد مننا ان شاء الله. يا ريت بس ما تنسوش اللايك بالله عليكم. بعد ما خلصنا صينية الرقاق بتاعتنا الجميلة زي ما حضراتكم شايفين كده، بنمسكها طبعا نقطعها. قطعيها بقى التقطيعة اللي تعجبك واللي تريحك، سمبوكسات بقى، مثلثات، زي ما انت عايزة خالص، زي ما انت عايزة وزي ما انت بتحبي. انا بقى عملتها زي ما حضراتكم شايفين كده مثلثات، زي ما انتوا شايفين كده معانا بالظبط. بعد بقى ما هنقطعها بالطريقه دي، هنجيب بقى الخليط بتاعنا، وادي نص كوبايه اللبن اللي كانت لسه معانا، او ربع كوبايه اللبن اللي كانت لسه فاضله معانا، اللي قلت لكم هنحتاجها دلوقتي. احنا قلنا مش هناخد الا هي 100 مللي من اللبن، يعني نص كوبايه كبيره او كوبايه صغيره. حطيتها بقى على باقي الخليط اللي معايا وقلبتها تقليبه كويسه، ونزلت بيها على الرقاق زي ما حضراتكم شايفين كده، سقيت الرقاق كله بيها. لو عايزين بقى وش الرقاق بتاعنا يبقى زي بقى اللي بنشوفه كده في الفيديوهات كده، طبعا الجبن احلى حاجه بتدينا وش روعه جدا. طبعا الخليط ده هيدينا وش حلو جدا برضو، مفيش مشكله خالص. بس زي ما بقول لحضراتكم، لو انتوا عايزين بقى الوش الهاي الاوفر ده بقى، ممكن تحطوا جبن. لكن طبعا الصينيه بتاعتنا النهارده على قدنا كده، فاحنا حاطين الخليط ده بس، هيدينا شكل جميل برضو وهيعجب الكل ان شاء الله. قلبنا بقى الخليط زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط كده، وهندخلها بقى على فرن سخن جدا، يعني درجة حرارة 200. احنا طبعا الرقاق مش هياخد سوا، واللحمة عندنا متعصجة ومستوية. بندخلها على فرن درجة حرارة 200، ما بتاخدش 10 12 دقيقة 13 دقيقة بالكتير قوي، وبنروح مخرجينها زي ما حضراتكم شايفين كده معانا. وشكلها زي ما حضراتكم شايفين كده تحفة قد ايه، تحفة جدا، وطعمها خطير ان شاء الله. لو جربتوها تعجبكم جدا، تحسيها فطيرة مشلتتة كده بالظبط. بعد ما خرجتها بقى، لو احنا عايزين بقى نحافظ على طراوتها طبعا بنغطيها. ويا ريت طبعا قبل ما تغطيها ما تحطيش عليها الخضره، يعني حطي الخضره بعد ما تغطيها علشان الخضره ما تتبلش معاكي. انا حطيت الخضره وبعد كده للاسف غطيتها، فطبعا الخضره دبلت شويه معانا. رشه كده من البقدونس فوق الوش كده، او رشه من الكزبره الخضراء فوق الوش معانا. تعالوا بقى شوفوا الرقاق بتاعنا كده، شايفين الرقاق بتاعنا من بره مقرمش وطري قد ايه من جوه، وتحفه بجد، تحفه، وصفه جميله جدا ان شاء الله هتعجبكم جدا. وطبعا زي ما قلت لك بتزينيه بقى باي حاجه، شويه خضره عندك، شويه بقدونس، شويه كزبره خضراء، بتحطيهم على الوش كده. لو مفيش طبعا مفيش اي مشكله طبعا. شويه فلفل الوان. تعالوا بقى نقطع بقى الرقاق بتاعنا ونشوف الجمال بقى بتاعنا عامل ازاي. شايفين الرقاق وجماله، شايفين خرطة الرقاق جميلة قد ايه، وكمان مورقة، والحشوة جوه تحفة، الحشوة جميلة جدا برضو، تحفة. الرقاق بتاعنا جميل جدا ما شاء الله. وطبعا الوش جميل، ولا محتاج بقى جبن ولا محتاج اي حاجة. بس زي ما بقول لحضراتكم، طبعا ممكن نحط جبن بقى علشان الفيديوهات والتصوير والكلام ده كله، لكن في البيت عادي، مش ضروري ان احنا نحط جبن ولا نكلف نفسينا. هو الرقاق بتاعنا تحفه، ومقرمش من بره وطري من جوه، وطعمه كمان خطير جدا. بقول لكم زي الفطيره المشلتته بالظبط، طعمه طعم الفطير المشلتت، وجوه الحشوه بقى خطير جدا. يا رب بقى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. يا ريت لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الوصفه بتاعتنا يا ريت تجربوها، ولو جربتوها وعجبتكم يا ريت تدعمونا باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان كريم عليكم وبعود الأيام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.